в силу объективных причин оказывается в принципе невозможной, то и в этом случае гражданин تصريح خطير من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفاجئ به المنتخب المغربي قبل مباراته مع منتخب أوكرانيا ويكشف المؤامرة الكبرى على المنتخب المغربي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم للمنتخب المغربي فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد المؤامرة الكبرى التي فعلها الحكم السويدي على المنتخب المغربي في مباراته أمام المنتخب الأرجنتيني، وبالرغم أنف هذا الحكم السويدي العنصري فقد فاز المنتخب المغربي بالنهاية. وقبل المباراة الهامة والمرتقبة غدا للمنتخب المغربي أمام المنتخب الأوكراني، فقد دخل على الخط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأدلى بتصريحات نقلتها وكالة دوما الروسية، وقال: لقد شاهدت مباراة المنتخب المغربي الأولمبي أمام المنتخب الأرجنتيني، وشاهدت الفضيحة الكبرى من جانب الحكم السويدي الذي تعمد ظلم المنتخب المغربي في تلك المباراة، وكان ينوي إهداء الفوز للمنتخب الأرجنتيني. فاللجنة الأولمبية الدولية والفيفا تكيلا بمكيالين، فهم أوقفوا روسيا من المشاركة في أولمبياد باريس، وأيضا أوقفوا روسيا من المشاركة في كأس العالم بقطر، ويجاملون إسرائيل على جرائمها في حق الفلسطينيين وفي قطاع غزة بمشاركتها في أولمبياد باريس. فالغرب دائما يكيل بمكيالين وعنصري للغاية. وشاهدنا جميعا ماذا فعل الحكم السويدي في حق المنتخب المغربي أمام المنتخب الأرجنتيني، والذي أضاف شوطا إضافيا كوقت بدل ضائع، وهذا أمر مضحك للغاية ومثير للشفقة. فنحن لدينا معلومات أن اللجنة الأولمبية الدولية ستكافئ أوكرانيا أمام المنتخب المغربي، وستحصر مؤامرة تحكيمية أيضا على المنتخب المغربي أمام المنتخب الأوكراني في المباراة التي ستقام غدا، فهم يجاملون أوكرانيا على حساب العرب وروسيا. فأنا أتمنى من المنتخب المغربي أن يسحق المنتخب الأوكراني ويقصيه من الأولمبيات، لأن هزيمة أوكرانيا تعني أنه سيركب أول طائرة للعودة إلى أوكرانيا. فالمنتخب المغربي صراحة من أقوى المنتخبات التي شاهدتها في هذه الدورة، ويضم لاعبين على مستوى عالمي، وأتمنى تتويج المنتخب المغربي بالميدالية الأولمبية الذهبية، وهو يستحق ذلك الأمر. في النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.